بفيديو اليوم حضرت لكم حلا طفولة بكوب واحد سميد بس وبمكونات اقتصادية رح تعملوا أطيب وألذ كرات سميد بتدوب ذوبان من جوا رطبة وأكتر من بتشهي. فضلا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصحابكم والاشتراك بقناة وتفعيل جرس التنبيهات. طنجرة أو بمقلة معاي 6 ملاعق كبار من الحليب البودرة، 6 ملاعق كبار مليانين. رح ضيف عليهم كوبين من المي، بنقدر نستبدل بالحليب السائل وبنحذف الحليب البودرة. ربع كوب من الكاكاو، كاكاو مر خام غير محلى. نص كوب من السكر العادي، وباخد المضرب وبمزج المكونات كلها مع بعضها. ضوي الطباخ حرارة وسط، مع التقليب المستمر بقلب المزيج لحتى يبدأ يسخن. هذا المزيج بدأ يسخن يطلع لي بخار. بهالأثناء بضيف كوب واحد من السميد، سميد خشن أو سميد وسط، وممكن كمان سميد ناعم، بس السميد الناعم بيغلبنا شوي أثناء الطبخ. السميد الخشن والوسط بيمتص السوائل بشكل أسرع. بقلب السميد، هذا المزيج بدأ يتحول معايا لعجينة. بهالأثناء رح أضيف كوب واحد من مبروش جوز الهند، ورح أقلب جوز الهند مع الخليط اللي عندي. هذا المزيج لاحظوا مع مرور الوقت رح يتحول عندي لعجينة. نحن بدنا إياه عجينة قابلة للتشكيل، بس بدنا نجفف السوائل اللي فيه. هلا هو هيك رطب، ما عاد فيه سوائل بس رطب. ما بدي هاي الرطوبة، بدي ضل عم أطبخه على حرارة وسط لحتى يصير عندي عجينة. وشوفوا كيف المزيج تحول عندي لعجينة، ما بياخد وقت، دقايق بس. شايفين كيف صار عجينة قابلة للتشكيل، ما فيها رطوبة أبداً. أخيراً بضيف ملعقة صغيرة فانيلا. طفي الغاز وبقلب الفانيلا مع الخليط أو مع العجينة. بنقل عجينتي على صحن بارد. هلا هيك العجينة عندي تعتبر ساخنة جدا، إذا بقدر شكلها ما في مشكلة بشكلها. ممكن أتركها هيك على الكاونتر لتصير بحرارة المكان تبرد لحتى أقدر شكلها. هاي عجينتي تعتبر هيك دافية، بقدر أتحمل الحرارة. رح أخذ تقريبا من العجينة بحجم حبة الجوز وكورها. تتكور معي بكل سهولة وبساطة، ما فيها رطوبة أبدا. شايفين ما أحلاها. هاي ما شاء الله العدد اللي طلع عندي، كورتهم وهن سخنين. العجين لما نكورها وهي سخنة رح تعطيني شكل أجمل وأرتب. رح أتركهم هلأ على جنب. قطعت كمية من الشوكولا الداكنة، فينا نستخدم شوكولا على حليب. وقطعت كمية من الشوكولا البيضاء ورح ذوبهم على حمام مائي. هاي الشوكولا ذابت على حمام مائي. كل 200 جرام شوكولا رح ضيف عليهم ملعقة كبيرة بس من الزيت. وبقلب الشوكولا. باخد طابة أو كرة بغطسها بالشوكولا وبتخلص من فائض الشوكولا لحتى تطلع عنا الحبة نظيفة ومرتبة. وبنقلها بهدوء. رح زين الكرات بالورق الذهبي. الشوكولا لسه طرية. رح خلي أيضا أوريو مكسر.
هاي الشوكولا البيضاء أيضا كل 200 جرام رح نخلي عليه ملعقة كبيرة ونص من الزيت. بقلب، بغطس الكرات أيضا بنفس الطريقة. ساعة بالتبريد بيكونوا صاروا جاهزين. وهي أحلى وأروع كرات سميد بعد التبريد، ما شاء الله شكلها بشهي القلب.